ازيكم عاملين ايه؟ مفيش انترو المرة دي، ظبط بس المكان. دي كانت جاية هدية عشان نجاحي، بنت عمي جايبها لي، عايز اشكرها. النهارده انا عايز اتكلم عن الثانويه العامه وعن اللي بيحصل في الثانويه العامه. اول حاجه عايز اقول مبروك مبروك لكل واحد نجح بمجهوده، مش بالغش او بالسماعات او بالورق او الكلام ده كله. مبروك لكل واحد جاب مجموع ايا كان، حتى لو نجح بس من غير مجموع اللي هو كان بيتمناه. مبروك لكل حد حل بمجهوده، اتقى ربنا اللي هو بيعمله، مرضاش يغش، فضل ثابت على مبدأه رغم ان الغش اللي كان موجود والحاجات اللي كانت موجوده والورق والسماعات وعدم الضمير اللي عند المراقبين والوسايط والكلام ده كله. عايز اقول لك انت بني ادم كويس. صحيح انت تعبت، الكلام ده انا بوجهه لنفسي قبل ما اوجهه لك. صحيح انت تعبت 11 شهر غير ليالي الامتحانات والسهر وانك تروح سناتر وتاخد اونلاين والكلام ده كله. وجيت في الاخر ما جبتش المجموع اللي انت كنت بتستناه. ما تعرفش في ايه، ما تعرفش العيب منك ولا من مين. تعبك كله لقيته ما لقيتش تعبك، او بمعنى الاصح ما لقيتوش دلوقتي. اكيد تعبك موجود وربنا سايبه لك في حاجه احسن من كده. دايما مش هقول لك تقول لعله خير، ما تقولش الكلمه دي، قول هو اكيد خير. دايما خليك واثق ان هو خير ايا كان اللي حصل. ما تتوقعش ان هو مش خير او مثلا تقول لعله خير، لا، خلي عندك يقين كامل انه خير لان هو فعلا خير. ربنا ما بيقدمش حاجه الا ودايما يكون فيها الخير وان شاء الله طبعا والحمد لله. بس لازم قبل ما تقول كلمه زي كده يكون في فعل قبل الكلام. ما تكونش انت مثلا واحد غاشش وجايب مجموع وحش وزعلان، او واحد غاشش ايا كان يعني ويبقى ليك عين تتكلم. انت مالكش عين، انت ما تقدرش ترفع عينك. يعني انت ايا كان مجموعك وانت غاشش ما تقدرش ترفع عينك في عين واحد شاطر وبيذاكر وجايب مجموع وحش. ما تقدرش تقول انت جايب مجموع وحش. خلي حد كده، هات كده حد شوف يعني هل يقدروا يقارنوك بيه؟ ما يقدروش يحطوك انت وهو في مقارنه ايا كان مجموعك. فانت عملت اللي يرضي ربنا، رضيت ربنا قبل ما ترضي نفسك، قبل ما ترضي الناس اللي حواليك، وان شاء الله ربنا هيرضيك. هقول لك على حاجه، نسبه النجاح بشكل عام في الثانويه العامه 72% بشكل عام. هي النسبه في علم علوم 79% بس بشكل عام 72%، ولنفترض ان هي 75%، يعني في 25% ساقطين. 25% ساقطين، انت من ضمن ال 75%. فانت احمد ربك، انت حل بمجهودك، انت تعبان. بالنسبه بقى للناس اللي غشين دول، الناس اللي هيشوف بقى ان انا بحقد او الكلام ده كله، لو انت شايف ان انا بحقد يبقى ماشي تمام، بس يوم ما احقد مش هروح احقد على واحد حلل بمجهوده وجايب المجموع بمجهوده. اكيد مش هبص لده، ده انا هتمنى له ان هو يجيب اكتر، لان انت بتبقى عارف مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش. بالنسبه لاخواتنا بقى اللي هم ايه بيلبسوا سماعات وبيغشوا، لا وايه، تلاقي واحد منهم غاشش ومش جايب مجموع. يعني انت ولا نجحت بمجهودك، يعني انت غاشش ومش جايب مجموع كمان، ده انت تدفن نفسك في التراب. يعني الغاشش سواء كان غاشش مش جايب مجموع او غاشش جايب مجموع، فانت في الحالتين زفت. ما تقنعنيش انك لما تكون غاشش وجايب مجموع عالي ان المجموع ده خلاص كده بقى ايه. لا، انت ولا حاجه بجد بجد والله. اصلك مش هتقارن نفسك بواحد تعبان طول السنه، مش هيكون واحد عمره ما شفته دخل درس، او واحد مش هتكلم على المستوى الشخصي، انا بتكلم في وجه العموم عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه. واللي واخد الكلام على نفسه معروف هو بيعمل ايه. انا كلامي، انا عارف ان كلامي هيزعل ناس كتير مني، بس انا ما بزعلش الناس اللي بتفهم. لا مؤاخذه في الكلمه، الناس اللي بتفهم هي اللي هتعرف انا قصدي عليه وبتكلم في ايه. الثانويه العامه السنه دي كانت صعبه. كانت الناس اللي ما يستحقوش هم اللي جايبين مجاميع، مش كلهم طبعا، في ناس اعرفهم جايبين المجاميع اللي هم يستاهلوها فعلا، واحب ابارك لهم واقول لهم مبروك على المجاميع اللي انتوا جبتوها، وانتوا كنتوا تستاهلوا اكتر من كده. هو في الاول وفي الاخر نصيب، محدش يزعل من ربنا كاتبه له ايا كان مجموعك. اذا كنت انت مثلا دلوقتي زعلان او كده فهي بس من الصدمه، النتيجه لسه طالعه بقالها يومين، اكيد هيكون الموضوع مأثر عليك، مأثر علينا كلنا. فلو مجموعك وحش ما تزعلش، لان ده نصيبك، سواء انت عملت ايه كان برضه هتجيب نفس المجموع ده، فما تزعلش. حاول تبص لقدام بقى، شوف حاجه تانية تعملها. مش قصدي تشوف حاجه تانية تعملها بعيد عن التعليم، لا، بص لقدام بقى، بص لقدام. شوف الكليه، خلينا في الواقع. ما تفكرش تقول انا كنت هعمل، خلاص شوف هتعمل ايه بقى. تروح تقدم على منحه، تروح تدخل كليه خاصه لو انت عندك القدره في انك تدخل كليه خاصه، وعندك القدره التعليميه في انك تقدر تكمل في الكليه الخاصه. تقدر ان انت تسافر، تقدر ان انت اعمل. مش هتقدر، عندك كليات موجوده في البلد هنا. انا عارف ان هي مش هتكون احسن حاجه، بس ادخل اعمل اللي عليك، هتلاقيه بعدين. اهم حاجه انك تكون مشيت بما يرضي الله. انت لو كنت بقى ايه، انتوا هتلاقوني بتكلم كتير في نقطه الناس اللي بتغش دي، لان مش انا بس اللي بصيح من الموضوع ده ومتضايق من الموضوع ده، ناس كتير متضايقه. اغلب اللي اعرفهم شطار وبيذاكروا وجايبين مجاميع مش حلوه، وانا كمان جايب مجموع مش عاجبني برضه. الكتب اللي ورا دي يعني نهين عليا او ما اولع فيهم. تعب 11 شهر، تعبت 11 شهر كاملين، بذاكر ليل نهار، باخد دروس، مصاريف، فلوس. اخر 3 شهور دول انا كنت حارم نفسي من كل حاجه حرفيا. كنت بصحى اذاكر انام، اصحى اذاكر انام. كنت ممكن اذاكر من 8 ل 12 او اكتر، من 8 ل 12 ساعه او اكتر.
في الاخر ما جبتش المجموع اللي انا كنت عايزه. تخيل تقعد 3 شهور حابس نفسك في البيت. الحمد لله جبت المجموع اللي ربنا كاتبه لي، وانا راضي بنصيبي الحمد لله. ممكن مش عارف، ممكن الفتره اللي جايه هعرف اكمل في فيديوهات زي الاول ولا لا، بس ان شاء الله هحاول ان انا انتظم واعمل لكم فيديوهات زي الاول واحسن كمان. وهتلاقوا برضه افكار جديده كمان، هتلاقوني باخد منكم افكار على الانستا. لو ما تابعتنيش على الانستا خش هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت او في الكومنت المثبت، هتلاقي لينك ادوس عليه هتلاقي فيه الاكونتات بتاعتي كلها. تدخل على الانستا تعمل لي فولو. انا بنزل اسقاط، بسال الناس هننزل محتوى ايه النهارده، عايزين الحلقه الجايه ايه، عايزين كده، فهم بيشاركوني بالافكار بتاعتهم. فانت لو عايز تشارك اعمل لي فولو على الانستا واستنى مني ستوريات جديده. وعايز اقول لك على جمله، هي الجمله مش بتاعتي بس بجد، كفايه انك عظيم في نظر نفسك، كفايه انك بتعمل اللي عليك، كفايه انك بتتقي الله في اللي انت بتعمله. مش عارف الدبور اللي بيلف حوالين مني ده شكله هيقرصني ولا مش عارف بيعمل ايه، بس ما علينا. كفايه انك عظيم في نظر نفسك، كفايه انك بتعمل اللي عليك. اهم حاجه انك تكون يعني على مبدأك. اوعى تغير مبدأك عشان خاطر اي حاجه. لو اهلك اجبروك انك تغير مبدأك حتى ما تغيروش، اوعى تغير مبدأك، بس اهم حاجه يكون المبدأ الصح، تكون ماشي على الطريق الصح. شوف الصح واعمله، ابعد عن الغلط على قد ما تقدر. وقول لي رايك في الصوره دي برضو، قول لي رايك في الصوره دي والصوره دي. قول لي برضو رايك في الصور اللي ورا دي، بنت عمي اللي جايباهم. قولوا لها شكرا في الكومنتات، قولوا لها شكرا يا ياسمين او ابله ياسمين بقى، عشان هي مش عشان هي كبيره، مش كبيره. ما علينا عشان ممكن تزعل من كلمه كبيره دي، عشان هي مش كبيره. مش عارف. نفسيتي باظت بجد بعد الثانويه. كانت بايظه قبل الثانويه او وانا في الثانويه، جت باظت اكتر بعد الثانويه بقى. مش مشكله. لو ربنا ما وفقكش في الثانويه اعرف ان هو ما وفقكش لسبب، اكيد سبب اعظم مما انت متخيل. الناس كلها طلعت اتكلمت عن الطالب اللي هو المفروض ده. الناس كلها طلعت اتكلمت عن الطالب ده، والطالب ده اللي هو اسمه دحيح الثانويه. المفروض الناس طلعت اتكلمت عليهم عشان هم جايبين مجاميع مش حلوه. يا جماعه، الناس اللي بتحب تشمت في اي حد وخلاص، ادخل انت معاه في الثانويه تمام، وبعد كده بتكلم. مش هتقعد تتفرج على حاجه من بره. طيب تتفرج على حاجه من بره وتحكم عليها. شوف انت لو جيت تبص على اللي جايبين مجاميع دول، انت عارف هم مين وعارف مستواهم عامل ازاي. فبلاش نلف وندور على بعض. انت عارف اللي جايب مجموعه جايبه بمجهود ولا لا. انت هقول لك على حاجه، انت لو جايب مجموع وحش وقلت للناس، شوف ردة فعل الناس هتبقى عامله ازاي. شوف اغلبهم، لان في ناس بتكون بتحقد، ما علينا منهم اللي بيحقدوا دول. شوف اغلبهم هيبقى رد فعلهم عامل ازاي. لو لقيت رد فعلهم ان هم زعلانين علشانك وبيقولك ازاي وانت كنت بتعمل وانت كنت بتذاكر وانت كده، اعرف ان انت كده مش محتاج المجموع. بجد بجد والله كفايه ان الناس شايفينك وعارفين انت على ايه. اما انت لما تكون جايب مجموع عالي بقى وتروح تقول للناس انا جايب مجموع عالي، وتلاقي الناس كلها بتبارك لك، بس اللي هو مش الناس عارفين انت على ايه. ان هو بيباركوا لك بس مش بيباركوا لك اللي هو يقول لك ياه او اخيرا او الحمد لله ان ربنا اداك على قد تعبك او الكلام ده كله. لما قالكش الكلام ده اعرف ان انت بجد بجد انت عارف من جواك اصلا انت على ايه. مش محتاج اقول لك، معروف الصح من الغلط. انت لو غشيت فانت ما غشيتش حد الا نفسك. واي حد دخل ثالثه ثانوي بقولها لك تاني، اياك والغش، اياك والغش بجد. والله هتندم، والله هتندم. الناس في انا سمعته، كان حد منزله ستوري كان بيقول ايه، يا ترى الدكاتره اللي طالعين يا ترى الدكاتره اللي طالعين من نسيت الافيه. فلو وصلت للحظه دي ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وتصلي على النبي، واياك والغش برضه. ولو انت داخل ثالثه ثانوي، اظن ان في ناس كتير مستنيه مني فيديو نصايح عن الثانويه والكلام ده كله، فمش عارف اعمله ولا لا، لان انا مش عايز حد يكلمنا عن الثانويه تاني، ولا حد يكلمنا عن المجموع، ولا حد يجيب لي سيره الثانويه. هي سنه وعدت خلاص، فيا ريت ما حدش يسالني عن الثانويه تاني. بكررها لكم، لو حد سالني في الكومنتات مش هرد عليه، محدش يزعل مني، بس انا مش هرد على حد، دي حاجه خاصه، محدش يسالني. صلوا بينا على النبي. ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير ولايك وتكتب لي كومنت جميل زيك كده. وان شاء الله لما نوصل 10000 اخ واخت هيكون في مفاجاه. انا نفسي ما اعرفش ايه المفاجاه دي، بس انا هعملها لكم، هقولها لك للمره الاخيره. كفايه انك عظيم في نظر نفسك، واياك والغش. وقبل ما اقفل، بلال صاحبي بيعمل حملات بيبعت فيها دعم لفلسطين، ويدي لهم اكل وحاجات زي كده. فانت لو عايز تشارك لو حتى بجنيه، هتلاقي رقم بلال تحت في الكومنتات. سلام. ولنبلونكم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم